مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة رحلات عبر الزمن. النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق جدا، أكيد فكرتوا فيه قبل كده، وهو ليه النهر ما بيجفش؟ إزاي النهر ده بيستمر في الجريان رغم مرور الزمن والمراحل المختلفة؟ يمكن تظنوا إن المياه هتنفد مع الوقت أو تتوقف، لكن في الحقيقة الموضوع مش كده خالص. تعالوا معانا عشان نكتشف سوا السر العلمي ورا تدفق الأنهار المستمر، وكيفية الحفاظ على تدفق المياه في الأنهار لأجيال عديدة. في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على كيفية توازن هذه المياه وأسباب عدم جفاف الأنهار في معظم الأحيان. الرياح هي عبارة عن حركة للهواء، ومش مجرد هواء بيمشي في مكانه، لكن هواء متحرك بسرعات متفاوتة. في بعض الأحيان بتكون سريعة جدا. وعشان نفهم ليه الرياح بتصدر صوت، لازم نعرف إزاي الهواء بيتحرك في الطبيعة. لما الرياح بتمر عبر أماكن ضيقة زي بين المباني أو الأشجار، أو حتى في فتحات صغيرة، بتتعرض لاحتكاك مع الأسطح اللي بتمر عليها، والاحتكاك ده بيخلي الهواء يصدر أصوات مختلفة. أول حاجة لازم نعرفها إن الرياح لما تتحرك بسرعات عالية بتضغط على الجزيئات الهوائية وتدفعها بسرعة شديدة، وكلما زادت سرعة الرياح زادت قوتها في تحريك الأشياء اللي في طريقها، زي أغصان الأشجار أو الأسطح الصلبة. احتكاك الرياح بهذه الأشياء هو اللي بيخلق الصوت اللي بنسمعه. والرياح مش دايماً بتصدر نفس الصوت، لأن الصوت ده بيعتمد على نوع المكان اللي بتمر فيه الرياح. لو الرياح بتمر بين فراغات ضيقة أو عبر الأشجار الكثيفة، ممكن يكون الصوت حاداً زي الزئير. أما لو الرياح بتمر في مناطق مفتوحة، هيكون الصوت أخف زي الهمسات. الموضوع مش بس بسيط زي ما بنعتقد، كمان الرياح بتتفاعل مع البيئة المحيطة بها بطريقة فريدة. مثلاً لو الرياح بتمر على سطح خشن زي صخور جبلية أو حواف بناء، هتتسبب في حدوث اهتزازات بتنتقل عبر الهواء وتتحول إلى موجات صوتية، واللي في النهاية بتوصل لآذاننا. في بعض الحالات الرياح الشديدة بتسحب معاها أصوات أخرى، زي صوت سقوط أوراق الشجر أو تحرك الأشياء في البيئة. ولكن مش كل الرياح بتصدر صوت. لما تكون الرياح ضعيفة أو معتدلة، ممكن ما نسمعش أي صوت خالص. لكن مع زيادة السرعة يبتدي الصوت يظهر، خاصة لو الرياح بتتحرك بين الأشياء أو حولها. وفي النهاية عرفنا إزاي الرياح بتصدر صوت. الموضوع مش مجرد حركة للهواء، لكنه بيشمل تفاعل مع البيئة من حولها، وده اللي بيخليها توصل لنا بأصوات مميزة. لو عجبكم الفيديو ده وتعلمتم حاجة جديدة، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة رحلات عبر الزمن. فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وأشوفكم في حلقة جديدة من مغامرات علمية مثيرة.